هل العين تقتل؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وكما قال أيضا: إن العين حق. وهل يمكن أن يكون الأعمى عائن ويصيب الناس؟ نعم بالوصف، لأن كل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. وما هي العين؟ هي سهام تخرج من نفس الحاسد نحو المحسود، فتصيبه تارة وتخطئه تارة، وتعود أحيانا السهام إلى صاحبها. وهل يمكن للإنسان أن يحسد نفسه؟ نعم، بغير إرادة منه، بل بطبعه. وماذا يفعل من يغتابه الناس؟ عليه أن لا يحزن، ويعلم أن من صفات الله تعالى أنه العدل، وكل عنه ملكان يكتبان كل شيء، وعليه ألا يرد بل يتخطى، لأن الذخيرة غالية والهدف رخيص. من هو خير الناس؟ خير الناس هو من تعلم القرآن وعلمه. وما هو الشيء الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين؟ هو القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، فما هما؟ رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وما هو البيت الذي ينفر ويفر منه الشيطان؟ هو البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن هو الذي يعصم من فتنة الدجال؟ من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. وما هي أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وما هو الشيء الذي بين الرجل وبين الشرك والكفر؟ ترك الصلاة. ومن هو الذي يحبط عمله؟ من ترك صلاة العصر. وما هي البيوت التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابر؟ هي البيوت التي لا يقرأ فيها القرآن. ومن هو الذي يستره الله يوم القيامة؟ من ستر عورة أخيه المسلم في الدنيا ستر الله عورته يوم القيامة. وما هي النار التي تسجد كل يوم لله؟ هي الشمس تجري لمستقر لها، والمستقر تحت العرش. 3 أشياء لا تعود أبدا، فما هي؟ الوقت والكلمة والفرص. وأين يكون جمال الرجل؟ نصف جمال الرجل في لسانه، والنصف الآخر في عقله. أما وجه الرجل فمجرد غلاف. ومتى يكون الخشب أغلى من الذهب؟ عند الغرق. وكم بيننا وبين عرش الرحمن؟ دعوة صادقة من قلب صادق. ومن هو أشبه الرجال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه كان أصلع الرأس رضي الله عنه. وكم كان عمر علي رضي الله عنه عند وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 33 عاما.